يا من تدعم إيران وتقول عنها جمهورية إسلامية وتدعو الله أن ينصرها، ما حكم من يقول بتحريف القرآن ويقول إن 9 أعشار القرآن ليس مع المسلمين، وهذا مثبت في كتبهم المعتمدة مثل الكافي وعند الطبرسي وعند نعمة الله الجزائري؟ ما حكم من يقول إن جبريل عليه السلام أخطأ الرسالة وخان الأمانة، فبدلا من أن ينزل على علي رضي الله عنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من ينكر السنة النبوية جملة وتفصيلا؟ ما حكم من يدعي في علي رضي الله عنه صفات الإلهية ويدعو الأئمة الاثني عشر من دون الله، فيدعوهم ويتوسل بهم ويستغيث بهم من دون الله عز وجل؟ ما حكم من يرمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه باللواط ويقول أنه كان يتداوى بماء الرجال والعياذ بالله؟ ما حكم من يلعن الخلفاء الراشدين إلا علي رضي الله عنه؟ ما حكم من يصلي صلاة غير صلاة المسلمين ويستحل دماء وأموال المسلمين؟ ما حكم من يقول إن الصحابة ارتدوا إلا 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من يقول في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه من فوق 7 سماوات ويكون بذلك مكذبا لكتاب رب العالمين؟ ما حكم من يطعن في حفصة رضي الله عنها زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها ويرميها بالفاحشة؟ أليس بذلك يكون طاعنا في الله لأن الله هو الذي اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس بذلك يكون طاعنا في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رضي أن يكون تحته زوجات مطعون فيهن؟ أليس بذلك طعن في الأمة وفي إجماعها لأن الأمة أجمعت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة؟ اليهود احتلوا فلسطين وحطموا أهلها وشردوا أهلها وقتلوا منها ما قتلوا، لكن إيران شردت أهل سوريا وأهل لبنان وأهل العراق وأهل اليمن، قتلوا أولادهم ورملوا نساءهم وشردوهم في الأرض. فبالله عليك، أدماء أهل غزة أولى من دماء السوريين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين؟ كلهم إخواننا، فلتقل اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. ليس بشرط أن تكون على الحق أن تكون مع طرف دون طرف،